ألف ألف مبروك يا حاج حسين يا لبيب على اليافطة الجديدة. الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، يعني على الجمال. بس اليافطة دي متكلفة باين عليها. ربنا يبارك فيك يا حاج محمود. الصراحة اليافطة كلفتنا جامد، ده حتى الصنايعي اللي عملها لسه ما خدش باقي فلوسه. بقول لك ايه، اكلم لك الصنايعي ده يعمل لكم يافطة للأهلي. هو شغله حلو بس سعره حرق شوية. ليه، هو امام عاشور ولا ايه؟ وبعدين يا حسين يا اخويا، احنا في الاهلي مش محتاجين يفط. اصل احنا عاملين زي اولاد سليم اللبانين في كل حته مسمعين، فمش محتاجين يفط والكلام الفاضي ده. على رايك. انا عن نفسي ما كنتش عايز اعمل اليافطه دي، بس لما فزنا عليكم في السوبر الجماعه في مجلس الاداره بتاع الزمالك قالوا لازم نصيط نفسنا بقى. وبعدين مش عايزك تزعل من حكايه السوبر دي. يا حاج حسين انا مش زعلان منكم، انا زعلان عليكم. ده احنا لما انتصرنا في اكتوبر بقينا بنحتفل بيوم واحد بس، انما انتوا داخلين في شهر بتحتفلوا بالسوبر. ده احنا على كده كنا احتفلنا 10 سنين لما فزنا عليكم في نهاية القرن، وكنا عملنا تمثال للواد قفشه في النادي. يا عم خطيب سيبنا نفرح شويه بقى. بس الصراحه فكره التمثال دي من الاخر. انا بفكر بعد موضوع اليافطه ده اعمل تمثال صغير كده للواد ناصر منسي ونحطه تحت اليافطه. طب وعليه المصاريف؟ ما هو كده كده ناصر مش هيجيب اجوان تاني، فخليه هو اللي يقف تحت اليافطه. وبعدين انتوا صرفتوا وكلفتوا على اليافطه دي، طب كنتوا كتبتوا اكبر قلعه رياضيه في افريقيا واللي خليتوها في العالم. هيحصل ان